لو انت في العموم بتحب افلام البقاء، فانا عايزك تفصل عن العالم كده وتتفرج على الافلام دي. اول فيلم انا عايزك تتفرج عليه هو فيلم ذا شالوس، الفيلم اللي نزل سنه 2016. الفيلم ده بيحكي عن نانسي واللي هي المفروض هوايتها ركوب الامواج، ولكن وهي بتعمل كده بيهاجمها سمكه قرش وبتحاول طول الفيلم ان هي تهرب منها. الفيلم فعليا من اوله لاخره هيخليك مشدود معاه لحد اخر لحظه. تاني فيلم هو فيلم ذا ماونتن بتوين اس، الفيلم اللي نزل سنه 2017 وبيحكي عن اتنين مسافرين بطياره وبتحصل عاصفه فطيارتهم بتقع في منطقه جليديه، وللاسف بتفشل كل محاولات ان يوصل لهم مساعدات، فبيعرفوا ان هم لازم يتعاونوا مع بعض عشان يقدروا ان هم يفضلوا عايشين. ده واحد من احلى افلام صراع البقاء حرفيا، وحرفيا هيعجبك جدا. اخر فيلم هقول لك عليه دلوقتي هو فيلم ترين تو بوسان. الفيلم ده هو فيلم كوري ونزل سنه 2016 وبيحكي عن اب وبنته كانوا بيحاولوا يركبوا القطر عشان يهربوا من مدينه سول اللي انتشر فيها الزومبي بشكل كبير جدا. وهم بيركبوا القطر اللي هيروحوا بيه مدينه بوسان بيتفاجئوا ان القطر كله اتملى زومبي، فبيحاولوا طول الفيلم ان هم يهربوا عشان يفضلوا عايشين. وكده ابقى قلت لك على الافلام بتاعت النهارده. لو الحلقه عجبتك ما تنساش لايك وسيب لي رايك تحت في الكومنتات في الافلام اللي قلناها، ولو عندك اقتراح لافلام تانية قولها لي، واعمل شير للفيديو لاصحابك، واستناني في الحلقات اللي جايه عشان هقول لك على افلام اجمد واجمد بكتير قوي.